انا عارفه ان كتير منكم بيسأل عن السوفت جيل او الاكس جيل ونفسكم تعرفوا ايه الفرق ما بينه وما بين الهارد جيل وبيتعمل ازاي. فسواء كنتي تكنيشن بتشتغلي نيل ارتست او انتي كلاينت وعايزه تعرفي الفرق ما بينهم، تابعي الفيديو ده للاخر. اول حاجه الفرق ما بين السوفت جيل او الاكس جيل، باي ذا واي السوفت جيل والاكس جيل هما الاثنين حاجه واحده. الفرق ما بينه وما بين الهارد جيل هي شكل التب اللي بنستخدمها والطريقة اللي بنلزق بيها التب. طيب تعالوا نمشي مع بعض بالخطوات عشان ما نبقاش الفيديو سابقنا. اول حاجة حطيت الديهايدريتور والبوند، ودلوقتي بحط طبقة من البيس كوت وهنشفها في الجهاز. طبعا قبل كل الخطوات دي كنت محضرة الضفر الطبيعي باني مخشناه شوية وزقيت الجلد الطبيعي لورا، بس لسه ما قصيتش الجلد اللي هو الكيوتيكل قبل ما اعمل كل الخطوات دي. اوكي، نشفنا الاول البيس كوت الطبقه اللي حطيناها، ودلوقتي دي شكل الاظافر بتاعه السوفت جيل او الاكس جيل. ده شكل التب بتاعتها زي ما انتم شايفين، بيبقى ضافر كامل او اكستنشن كامله ولونها شفاف ومتخشنه من جوه. ببدا اخد المقاسات بتاعه الضوافر وبركنها كده صباع صباع، باخدهم وبركنهم وبعدين هنبدأ نلزقهم. طيب بنلزقهم ازاي؟ اول حاجة قبل ما الزقهم، على الرغم ان انا قلت لكم ان هي متخشنة من جوه، لكن انا بخشنها برضو تاني، ما بعتمدش على التخشين اللي هو جاية بيه طبيعي، لا انا لازم اخشن تاني احتياطي، ببقى متأكدة ان هي اتخشنت كويس. وبعدين بمسك كل واحد منهم، كل ضافر منهم بحط جواه كمية كده قليلة من البيس كوت، مش اللزق، مش الجلو بتاع الضوافر، لا بيس كوت. بحط البيس كوت من جوه وبعدين بحطه على الضافر من فوق لتحت كده وافرغ الهواء، اتاكد ان الهواء اتفرغ كويس. وبعدين بحط عليه اللمبه بتاعه اليو في، اللمبه اللي انتوا شايفينها دي لمبه يو في، بحطه على الضافر لمده 30 ثانيه كده او حاجه، يدوب تمسك شويه. وبعدين بدخل على الضافر اللي بعده، وهكذا بكمل كل الضوافر. بعمل 4 ضوافر، بسيب الضفر الكبير لوحده بعمله في الاخر. بعمل 4 ضوافر وبعدين بدخلهم كلهم جوه الجهاز بقى بتاع اليوفي الكبير. المدة اللي بتقاطع بقى الضوافر جوه جهاز اليوفي ده بيبقى على حسب جهازك، يعني في جهاز ممكن ينشف حلو قوي على 60 ثانية، في جهاز تاني ممكن ينشف حلو قوي على 90 ثانية. في اجهزة بتبقى جاية مظبوطة على 90 ثانية، في اجهزة بتبقى جاية مظبوطة على 120 مثلا. انا بسيبها لحد ما اشتغل في الايد التانية. المهم ان انا بعد كده قصيت التب بالطول اللي احنا عايزينه، وبعد كده قصيت الشيب برضو اللي احنا عايزينه. دلوقتي ببدأ ابرد الشيب اللي الكلاينت عايزاه. خدوا بالكم ان احنا ما لزقناش التب من اول ضافر من فوق خالص من عند الجلد، انا كنت مفوته مسافه صغنونه خالص قد ملي كده او حاجه. فالخط الفاصل اللي ما بين التب وما بين الضفر الطبيعي لازم انعمه، ما يبقاش عندي مطب. فاهمين؟ البدايه بتاعت التب ما تبقاش عامله مطب. بخشن كويس الظهر بتاعت الاكستنشن او التب، وببرد الشكل اللي احنا عايزينه، وبعدين بروح مورياه للكلاينت. انا بعمل الكلام ده في صباع واحد او في ضافر واحد وبوريه لها، قالت لي اوكي عليه. بكمل باقي الضوافر بنفس الطريقه. بعد كده بجيب الفرشة زي اللي انتوا شايفينها دي اللي انا ماسكاها في ايدي، وببدأ انفض بيها الوبرة او البرد اللي احنا بردناه. تمام، ده بقى شكل الاكستنشن بعد البرد، وبعد ما خليناها متساوية بالضفر الطبيعي تحسوا ان هو ضفرها، ولانه ملزوق بالتب سوري بالبيز، فبتكون اللزق بتاعها قوي وماسكة جدا في الضوافر. تمام، بعد كده برش كحول واروح مسحه كويس. ده الرش ده بتاع الكحول عشان اتاكد ان مفيش اي وبره او برد من البرد اللي احنا بردناه ده كله. بعد كده ببدا اقص الجلد الميت حوالين الضافر. وخدوا بالكم انا مش من الناس اللي بتحب تحف قوي او تقص كتير قوي من الجلد، لان الجلد ده هو اللي بيحمي الضوافر من الاصابات الفطريه والبكتيريا وما الى ذلك. فبنقص بس الضروري اللي انا شايفاه ان هو ميت لونه ابيض، ممكن يلزق في الخامات ويهدد ثبات الجل بعد كده. تمام، الخطوه اللي بعد كده بشيل البواقي بتاعه البرد من جوه، بيبقى فيه زي رايش كده جوه الاكستنشن. بشيله بايه؟ بشيله بمبرد ناعم او بالباف التنعيم. تمام،
الخطوة اللي بعد كده بحط طبقة بيس كوت على كل الضوافر. خدوا بالكم في ناس بتعتبر ان انا ركبت ضفر بلاستيك فخلاص الون عليه فوقيه على طول من غير ما احط بيس كوت. يا جماعه السوفت جel الاكستنشن بتاعته بتبقى طريه شويه كده، عامله زي ما تكون سيليكون، فانت لو ما زودتيش عليها طبقات، مش هنقول زودي يعني، لو ما خليتيش البيس كوت والهارد جel او الرابر بيز، يعني الحاجات اللي هتحطيها فوقيها لو ما كانتش تنشفه هيتقطم بسرعه جدا مع الكلاينت. فانا بحط طبقه بيز حلوه محترمه في الاربع ضوافر، وبعدين بدخلهم ينشفوا في اليو في، وبعد كده ببدا اشتغل باقي الحاجات زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. بعد ما نشف البيس كوت في اليو في ببدا احط طبقه من الهارد جل. في ناس كتير بتشتغل السوفت جل من غير ما تحط هارد جل. ليه؟ لانه زي ما قلت لكم بتعاملوا معاه معامله البلاستيك يعني، فهو ممكن ما يبقاش محتاج طبقه هارد جل سميكه، لكن انا بفضل ان انا احط هارد جل. في ناس بدل الهارد جل ممكن تحط رابر يكون ليه لون، او بيلدر جل، اي حاجه يكون لها كفرج يعني. انا بفضل ان انا احط هارد جل. تمام. التكنيك اللي انا بستخدمه ده فرد الهارد جل بيحتاج مني ان انا اعمل صباع صباع. ممكن ان انا اعمل 4 صوابع لو انا مثلا في ايام موسم اعياد او حاجه زي كده وعايزه انجز. طيب انا بعمل ايه؟ انا بحط زي ما انتم شايفين طبقه هارد جل، وبعدين بخليها تقلب صباعها، بعمل بومبي، بستنى لما الجل يتركز في مكان معين. كلنا عارفين ان الجل بيبقى طري فبيجري يعني. بعد كده بروح مخليها تدخله جوه الجهاز. دلوقتي بعد ما خلصنا كل الصوابع هارد جل بنرش كحول، وبعد كده بنمسح كويس قوي بالمنديل، بنشيل التلزيقه بتاعه الهارد جل. بعد كده بمسك المبرد وابدا ابرد على خفيف لو في مطبات. التكنيك اللي انا قلت لكم عليه ده بتاع الهارد جل بيخلي ما فيش مطبات كتير، لكن انا احتياطي بشيل اي مطبات موجوده او اي زوايد، او لو الهارد جل ساح مثلا منها جوه الجهاز مال على جنب او حاجه، ببدا اظبط الشكل بتاعه. بعد كده طبعا مسحت الوبرة او البرد اللي بردناه بكحول، ودلوقتي بدأت احط طبقة رابر بيز ليها لون. الخطوة دي ممكن تعملها سكيب، مش لازم تعمليها لو انت هتحطي لون جيل بولش كامل على كل الضفر، او لو هتحطي توب كوت وتسيبيه الهارد جل بلونه وخلاص. لكن انا كنت هرسم فرنش، فعشان الفرنش يطلع نظيف ما يطلعش بيدخل كده جوه الخطوط بتاعة البرد، عشان يطلع شكله منظم وشكله حلو، فانا بحط طبقة البيس كوت دي وبنشفها، وبعدين بعد ما تخرج صوابعها من اليو في بروح مسحة التلزيقة قبل ما ارسم الفرنش بتاعي، وبعدين بدخل في الديزاين على طول. معلش انا عارفه ان الفيديو طول عليكم، بس تعالوا بالمره اوريكم طريقه حلوه جدا لرسم الفرنش وسهله قوي. زي ما انتم شايفين كده عملنا خط في نص الضافر، وبعدين وصلنا الخط بالجنب من اليمين، ومن نفس النقطه اللي قدامها من الناحيه التانية وصلناه بالخط اللي في النص تاني. يعني شوفوا الطريقه بالفيديو هتحسوها سهله جدا جدا جدا. بنكمل بقى باقي الفرنش باللون الابيض بالفرشه عادي بتاعه الجل. اخر حاجة طبعا بحط التوب كوت، وبركز جدا ان التوب كوت تغطي الضفر كله وتقفل لي حلو جدا من الجناب، بس من غير ما يلمس الجلد. تمام. وطبعا التوب كوت بيتنشف جوه الجهاز برضو، ممكن على 60 ثانية او 90 ثانية على حسب قوة الجهاز بتاعك. وانا هنا بحط لها نيل اويل بعد التنشيف ما خلص يعني، وكله بقى تمام وقفلنا. النيل اويل ده بس مرطب للجلد للكيوتيكل اللي حوالين الضوافر. وده الفاينل لوك. يا رب يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لكم، استفدتوا، فهمتوا الشرح، الدنيا كلها تمام وعجبكم النتيجه النهائيه. هستنى لو اي واحده فيكم عندها اي سؤال تكتب لي في الكومنتات، وما تنسيش تعملي لايك وفولو للبيج.